ازيك؟ هنتكلم هنا عن العناصر الاساسيه في الشطرنج. في قلب كل تفكير شطرنجي في ثلاث حاجات مهمه جدا هي اللي هتحدد قرارات اللاعب ومسار الماتش. اول حاجه هو الماتيريال او الماده، دي بتمثل عدد وقيمه القطعه اللي انت بتمتلكها او الخصم. كل قطعه ليها قيمه تقريبيه وبناء على البيدق كوحده اساس. البيدق بنديله نقطه، الحصان والفيل بيعادل 3 بيادق، الرخ بيعادل 5 بيادق، الكوين او الوزير بيعادل 9، الملك لا يعادل شيء لان هو ده القيمه الاساسيه، قيمته لا نهائيه، ده لو وقع في الاسد الدور بيخلص. التفوق المادي بيدي افضليه بس ما يعتبرش شيء حاسم 100% الا لو استخدمته بفعاليه داخل البوزيشن بتاعك. العامل الثاني هو البوزيشن او الموقف، يعني ده بيشير لتوزيع القطع على الرقعه، التحكم في المساحات والتوترات التكتيكيه، في احتكاك بين القطع ولا لا. خليك فاهم ان قطعه ضعيفه في موقع قوي احسن من قطعه قويه في موقع غير نشيط او ضعيف. الزمن او التايم مش مقصود بيه زمن او تايم بمعنى دقائق وثواني وساعات، لا، هو ده عدد النقلات اللازمه عشان تنفذ فكره معينه. كل نقله بتضيع معناها فرصه ضاعت منك، كل نقله فعاله هتقربك من السيطره او اخذ المبادره او الفوز في النهايه. فهم الماده مش بيكفي لوحده، التقييم المادي بنستخدمه عشان ناخد قرارات زي التكسير، زي ان انا اضحي بقطعه قيمتها اعلى، زي اضحي برخ مقابل حصان مثلا. التفوق المادي ما بيعنيش شيء لو ما عرفتش استخدمه ان انا اضغط بيه على ملك الخصم. احيانا ممكن تبقى متفوق ماديا وتخسر لان قطعك مش في مكان كويس. بوزيشن، عامل البوزيشن انت اهملته. ممكن لاعب يملك قطع اقل انه يكسب لو كانت قطعه نشيطه ومتمركزه بشكل كويس. الخلاصه هو الشطرنج مش بنعد نقط ونحسب وخلاص، هو فهم متكامل لعلاقه الماتيريال بالبوزيشن بالتايم اللي هنتكلم عنه فيما بعد. القطع ميال لادوات، ولوعيك بقى وفهمك الاستراتيجي هو اللي بتستخدم الادوات دي لصنع خطه فيما بعد. البوزيشن ده احنا اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات، نتكلم بقى على عامل الزمن او التايم. مش مقصود زي ما قلنا دقائق وساعات وثواني، العنصر الاساسي ده من العناصر الاساسيه للشطرنج. اللي بنعنيه بالزمن او التايم او التيمبو هو عدد النقلات اللي بيتطلبها تنفيذ اي مناوره معينه. في الشكل ده هنلاقي ان الابيض عايز يجيب حصانه او يتمنى يجيبه هنا على السي 5 او يجيبه هنا على الاي 5. ليه؟ عشان بيهدد بكشمات بالوزير. الحصان ده يجي هنا واطلع اديله كش شمال. طيب التهديد بكش شمال ده هيتحقق بعد نقلتين، ومع كده الابيض ما عندوش الوقت عشان يحرك حصانه لانه متضرر للدفاع. الاسود اللي عليه اللعب في البوزيشن ده، فلو الابيض تهور ولعب نقله زي دي عايز يدي كش مات ويهدد، هياخد مات في واحد. كش مات ده كرانك مات. ففي الحاله دي كش مات بتاع الابيض هيتطلب نقلتين، بس الكش مات بتاع الاسود بيتطلب نقله واحده بس. لذلك يجب على الابيض انه يستخدم نقله ثانيه للدفاع، يعني يجيب الملك هنا او يطلع بيه مثلا بحيث ان هو يفتح مخرج للملك بتاعه عشان ما يموتش على الصف ده. ده مثال بسيط بيوضح ازاي ممكن التايم ياثر على تركيبه وتغيير شكل القطع على الرقعه اللي هو البوزيشن. من خلال التلاعب بالبوزيشن والقطع وكده نجح الاسود في انه ياخد افضليه من حيث الزمن. دي افضليته بس في البوزيشن ده. هو البوزيشن ده عامه هو مكسب للاعب الابيض، بس هو ما هو الا مثال بس لتوضيح الفكره مش اكتر. اكيد الاسود هيخسر بوزيشن زي ده، لكن هو دي بس مثال لتوضيح الفكره مش اكتر. في الحاله دي بقى هنلاقي ان الابيض عليه ان هو يدافع والا هيخسر الماتش، فهيضطر يلعب نقله زي دي مثلا او ان هو يهرب منها. نقدر نقول بس في الحته دي ان الاسود من خلال البوزيشن ده هو نجح يحصل على افضليه من حيث التيمبو يعني او الزمن. طيب التيمبو بقى او الزمن او ايا كان هو معناه كسب او خساره نقله في السبق على تنفيذ خطه. يعني التيمبو هو خطوه فعاله انت بتعملها، بتعمل نقله تجبر خصمك انه يرد. بنقول كده انت كسبت تيمبو عشان بتدفعه انه يلعب نقله خارج الخطط خارج خطته. ولما تعيد تحريك نفس قطعتك بدون سبب قوي انت هنا اللي بتخسر تيمبو، لانك بتضيع نقله ممكن كانت تستخدمها في التطوير ولا الهجوم ولا اي حاجه. مثلا الدفاع الاسكندنافي من الافتتاحيات اللي بتوضح الفكره دي. الابيض لعب اي 4، خد مربعين في السنتر، فتح وطن للفيل والوزير. الاسود رد مثلا وليكن دي 5، فالابيض اخذ، الاسود اخذ بالوزير، فالابيض طلع قال له هات وزيرك بيهدد. طيب في تهديد دلوقتي، انا نقلت نقله بقول بهدد بيها، فالوزير ده مش هيفضل مكانه فلازم يهرب. في الحاله دي مثلا هفترض انه جه هنا. في الدفاع الاسكندنافي عامه احسن نقلتين هنا، يا دي يا ترجع يا تيجي هنا، بس طبعا احنا مش بنشرح اوبننج يعني. هات وزيرك، جه هنا
قال له يلا عايز وزيرك تاني، فاضطر مثلا انه يتراجع بالوزير، فالابيض مثلا لعب دي 4. الاسود هنا خسر تيمبو، خسر اكتر من تيمبو بسبب انه حرك قطعته اكتر من مره. فالابيض طلع بالحصان الاولاني اللي هو على السي 3، هدد الوزير، والوزير مشي، راح الابيض لاعب نقله ثانيه، الحصان جابه باتجاه السنتر وهكذا. نيجي في بوزيشن زي ده، الابيض مثلا راح لاعب نايت على اف 4. في الحاله دي بيشعر الاسود انه يعني يجب على الاسود ان هو يحرك القلعه بتاعته او الرخ دي. نقله اضطراريه لازم يعملها، واذا ما عملش كده هيخسر ماده. الابيض هنا نقدر نقول سلب او خد من الاسود حريه اختيار نقله ليها معنى، خلاه يلعب بناء على ردة فعل مش على خطه مدروسه. وده واحد من اهم اوجه استخدام التيمبو في الشطرنج، ان انا بحاول اجبر الخصم على انه يرد وانا بحتفظ بالمبادره. زي ما شفنا كده في الدفاع الاسكندنافي، انا معايا مبادره فيها معاه حصانين منتشر، حصانين معاه بدأ في السنتر، افيالي مفتوح لها اوتار، هو ما عملش حاجه غير نقله واحده بس. في الشطرنج الوقت مش بس الساعات والدقايق، الوقت يعني الدور على مين، ومين بيجبر التاني يلعب على مزاجه. ساعات بيجي عليك الدور بس مفيش ولا نقله في صالحك، كل حاجه ممكن تعملها بتضعفك. هنا بيدخل مفهوم اسمه زوكسفانج، ده معناه، دي كلمه المانيه معناها مجبور على انك تتحرك. الخصم مش محتاج يهاجمك، هو سايبك تغرق بايدك لانك مضطر تتحرك، حتى لو كل اختيار ضدك لازم تلعب، ده اجباري. في اللحظه دي الوقت مش حليفك، الوقت بيضغطك والوقت بيخسرك. عشان كده في الشطرنج اللي بيتحكم في الوقت بيتحكم في اللعبه. كل ما تكسب تيمبو اكتر على الخصم ده ممكن يؤدي لموقف زوكسفانج في النهايه وانت تكسب. فهنا الاسود عليه اللعب ملوش اي مربع يجي عليه، الابيض واخد المربعات دي، فهو هيعمل ايه دلوقتي؟ ما عندوش غير يلعب جي 5، وهنا الابيض خلاص بيكسب. هبدا يقدم البدع وهيموت في نقله واحده، شك مفيش اي حل. هنا الابيض كل اللي عليه يعمله انه ينزل تحت وياخد تعادل. في اوقات تانية ممكن انت نفسك تتخلى عن الوقت، ممكن انت نفسك تخسر نفسك تيمبو عشان تكسب، كل حاجه ليها طبعا استثناءات. الدور على الابيض هنا، والابيض كل اللي محتاجه انه يخلي البوزيشن زي ما هو ويجبر الاسود بس ان هو يجي هنا، وبعدها بيطلع فوق يقول له كالشمال. لذلك ممكن الابيض يلعب نقله مثلا زي الروك على الدي 1، او ممكن يلعب مثلا الروك على الدي 3 على الدي 6 مثلا، لانه يجبر الاسود ان هو يجي هنا وبعدين بيطلع يديله كش شمال. اي نقله ثانيه زي كش او كده ملهاش اي لازمه. روك على الدي 6 مثلا بيجي هنا خلاص، هطلع اقول له كش شمال، ومالوش اي نقله واحده يعملها غير دي بس. طيب مفروض تاني برضو مرتبط بالزمن في الشطرنج، وهو ان يعني حاجه اسمها بتوين موفز، او النقله معرفش ترجمتها بالعربي يعني، او النقله الوسيطه، او يسموها بتوين موف يعني. هي ليها اسم اللي هو سفيشن سوك، وهي برضو كلمه المانيه يعني فيما معناها النقله المتوسطه. ده بيحصل لما بيقرر اللاعب انه ما يردش على تهديد معين، بل انه يلعب نقله وسيطه كده او نقله وسطيه كده، ان هو ايه ياخد ميزه مثلا. يعني على سبيل المثال الاسود هنا هدد الفيل، قال له هات الفيل بتاعك اللي واقف على الجي 5. الرد الفعل المنطقي ان الفيل هيرجع ويشوف مكان تاني عشان بيتهدد هيتاخد. بس الابيض ما عملش كده، الابيض راح عامل ايه؟ الابيض شاف، راح جاي مثلا لاعب روك اي سي 1 بيهدد الوزير، قطعه اعلى قيمه من الفيل، قطعه اعلى قيمه من الفيل. هو ده المفهوم، الحصول على افضليه مركزيه تيمبو الابيض بيكسبه. هنا لازم الوزير يتحرك، اكيد مش هياخد الفيل اللي قيمته اقل من الوزير يعني، فهيضطر ان هو يتراجع الى اي مكان، كوين بي 8 مثلا. وفي هذه الحاله كل اللي هتعمله ممكن تيجي هنا كوين اتش 4، ولو راجل خد الفيل وانا هاخد الرخ بتاعك. ده من العوامل المهمه برضو جدا في الزمن في الشطرنج. فالنقله اللي هي السفيشن سوك دي فيما معناها يعني نقله بيسموها بتوين موف، يعني نقله بالشكل ده. ما اعرفش ترجمتها صراحه بالعربي بتترجم ازاي. المفهوم الاخير المرتبط بالتايم هو المبادره. المبادره هي لما حد من اللعيبه بيمتلك ميزه ان هو يجبر خصمه على انه يرد باستمرار على حركاته، وعلى اللاعب اللي بيمتلك المبادره ده ان هو يحاول يحافظ عليها.
ان انا افضل اجبر الخصم على انه يرد باستمرار على حركاتي، دايما حاطه تحت ضغط. انت لما بتجبر خصمك على اتخاذ قرارات دفاعيه، ما دام تقدر تعمل حاجه زي دي اعملها على طول. ده بيمكنك من انك خطتك تتنفذ بشكل افضل، في نفس الوقت بيمنع خصمك من انه يعرف ينفذ خطته. ده هو شغال على رد الفعل، انت عمال تهدد فيه. زي دلوقتي هددك، رحت انت مهدده ومشي، رحت جاي هنا بتهاجم. فدي مبادره، الابيض هنا معاه مبادره، معاه افضليه. من العوامل الثانيه برضو المهمه اللي لازم تاخد بالك، انك ما تلعبش نقله مش اجباريه، ما تجبرش الخصم انه رد. ليه؟ لانه ممكن يتمكن بقليل من النقلات ان هو ياخد منك المبادره ويبدا هو في تنفيذ خطته ويضغط عليك. مع تطور البوزيشن على البورد لازم تحقق كل نقله انت بتلعبها لهدف معين، ما تلعبش اي نقله لمجرد النقله وخلاص. لو مش عارف تجيب النقله الصح اقعد فكر شويه، هنتكلم فيما بعد عن ازاي تحسب وكده. لكن مبدئيا في الاساسيات ما تحركش قطعتك مرتين. حاول انك تلعب بهدف معين، حاول تستغل نقلات الخصم عشان تحقق اهداف زي السيطره على مساحه اكبر، او انك تبني هجوم او تعمل فخ. وهو ده جوهر التايم في الشطرنج او التيمبو. خلينا نبص لبوزيشن زي ده ونحاول ندمج كل الكلام النظري المزعج ده مع بعض. دمج للماده، الماتيريال والبوزيشن والتايم في الرسم ده. من في البوزيشن ده يعني هنلاقي ان الابيض معاه متفوق ماديا، معاه رخ على الصف السادس ومعاه بدأ على الصف الثاني. دول يعادلوا الرخ ب5 والبدأ ب1 يبقى 6. والاسود معاه فيل على جي 1 ومعاه بدأ على اتش 2، فهو معاه 3 نقط للفيل ونقطة واحدة للبيدة. فبالتالي الابيض متفوق من الناحيه الماديه. كده خلاص عرفنا الابيض متفوق ماديا. عايزين بقى نحلل البوزيشن نشوف الابيض ده يعرف يستغل التفوق المادي بتاعه ولا لا. الابيض بالفعل يملك افضليه في الموقف عشان الرخ بتاعه عنده حركه كتير ويقدر يهاجم كذا مربع مفتوح له مساحات. الفيل الاسود ما عندوش اي نوع من انواع الحريه، ما عندوش مساحه يقدر يلعب فيها عشان هو مضطر يفضل ملتصق ببدأ الاتش 2 عشان يحميه. ومع كده هنلاقي نحس ان الاسود عنده افضليه زمنيه عشان هو عنده نقله واحده بس ويرقي البدأ. بس هو طبعا ده صعب جدا ان هو يقدر يعمله في حاله واحده. لو الابيض كان لاعب مبتدئ وبعد بالرخ هنا مثلا، فهنا هيخسر طبعا. نقدر نقول الاسود معطل الابيض شويه عن استخدام الرخ دي عشان هيفضل مراقب البيدق، بس ده مش هيأثر بشكل كبير. والابيض مش هيعمل كده ومش هيسمح للاسود ان هو يراقي البيدق بتاعه. افضليه الاسود الزمنيه هنا او التيمبو محدود، ما هو مضطر يفضل لازق في البيدق. افضل خطه للاسود ان هو يحاول يجيب الملك بتاعه ده للزاويه دي عشان خاطر يبقى قريب من مربع الترقيه ويقدر يرقيه ويضحي مثلا بالبدأ ده بالوزير اللي هو هيجيبه في الرخ، مما يساهم شويه في تحسين موقف. خطه الابيض هي منع ملك الاسود من الوصول للزاويه دي خالص. وهنا هنسال سؤال، لو الدور على الابيض ايه هي احسن نقله ممكن ان هو يلعبها؟ وازاي يقدر الابيض ان هو يحول التفوق المادي والتفوق في البوزيشن لنقله لنقله قويه؟ هو يعمل حاجه واحده بس، يلعب روك على اتش 4. خلاص الملك الاسود ده ما يقدرش يجي هنا يقطع الصف الرابع عشان يوصل هنا للزاويه. خلاص انا حرمته. الدور على الاسود ايه اختياراته؟ هيرقي هيتاخد، لو رقى هيتاخد. هيلعب ايه؟ كينج اي 6 ياخد كش مات في 1، ياخد كش مات في 1. فهي النقلات اللي مسموحه عند اللاعب الاسود. مفيش بوزيشن صراحه مكسب للابيض، ما عندوش اي حاجه الاسود يعملها. لو جه هنا ياخد مات فيضطر انه يتنازل عن البدء بتاعه ويلعب مثلا وليكن بيشوب مثلا على الدي 4. فكره ان انت تاخد الفيل فانا ارقي، وده مش هيحصل طبعا. ده شرح مبسط للعناصر الاساسيه في الشطرنج.